حبة كراميل. في مثل شعبي بيقول اللي اختشوا ماتوا. في ناس فاكرة إنه تهكم، بس الحقيقة مش كده. الحقيقة إن المثل ده خارج من حكاية مؤلمة جدا وملهمة جدا. القصة بدأت زمان جدا في حمام شعبي. كان في ستات جوه الحمام، وفجأة الحمام ولع نار، والدخان ملى المكان، والناس جريت بسرعة شديدة علشان يبعدوا عن النار. بس 7 ستات بس رفضوا يخرجوا. عارفين ليه؟ عشان ما كانوش لابسين هدومهم، فكانوا مكسوفين. رفضوا تماما يخرجوا من غير هدومهم. كان عندهم حياة لآخر نفس. عارفين النتيجة كانت ايه؟ ماتوا جوه الحمام. من يومها واتقال اللي اختشوا ماتوا. لكن بصوا بقى، الحكمة مش بس في القصة، الحكمة في السؤال: هل العيب في اللي اختشوا، ولا في اللي خلى الناس تستغرب الحياء وتكرم للأسف الشديد الوقاحة؟ أهو ده الفرق بين إنك تعيش بمبدأ أو تعيش على مزاج المجتمع والناس. فاكرينها مرة بسيطة، إحنا بنحليها بحبة كراميل.